بيرم يا حبيبي وانا مامته. اهلا وسهلا يا فندم. تست س بعد اذنك. اعقل يا حيرم، المكان كله محاصر يا حيرم، لو ما نزلتش انا هضرب عليك نار يا حيرم. تضرب عليه نار ليه؟ هو هربان من السجن؟ عليه احكام؟ ما ينط اسهل. يا فندم انا بخوفه بس، انا معقول يعني هضرب عليه نار من هنا؟ ما اكيد مش هتيجي فيه حضرتك. ثواني، ايه حضرتك قلت لي ابن حضرتك اسمه بيرم؟ ايوه اسمه بيرم. بيرم ابيضاني وشعره مجنون كده. ايوه وساعات لما الشمس تضرب في عينه بتقلب لون عسل النحل وشعره كده بيبقى ذهبي. تعرفه؟ اعرفه يا فندم. ايه اللي اعرفه؟ ابن حضرتك صاحبي جدا يا طنط. ايه طنط وانت عامل زي البغل كده؟ انا اسف معلش. سيبي لي انا الموضوع ده يا فندم. يا بيرم يا بيرم، انا تيسير فهمي. يا بيرم انا النقيب تيسير فهمي. ايه اللي جابه ده؟ ده هيبوظ لي الدنيا. يا بيرم انزل يلا يا بيرم. يا بيرم ماما تحت عايزاك يا بيرم. اتفضل يا طنط، انا هطلع اجيبه بنفسي. انا عايز حضرتك تعتبريه نط، قصدي تعتبريه يعني نزل. انا هطلع اجيبه بنفسي بعد اذن حضرتك. انا مش قلت لك ما تقوليش يا طنط، بتقولي طنط تاني ليه؟ انا اسف يا طنط معلش، ده ظرف طارئ وانا لازم اطلع اجيب بيرم يا فندم، دي مصيبه. يولع بيرم، نحل موضوع طنط وبعدين اطلع له. انا اسف يا حاجه، بعد اذن حضرتك. لا يا مدحت، انا هطلع اجيب الواد ده بنفسي يا مدحت. لا ما تقلقش عليا، انا اعرف اتصرف في موقف زي ده. اسمع يا مدحت، عايزك تطلع على التوحيد والنور دلوقتي حالا، تجيب 16 مرتبه سوسته 25 سم. اي لون يا مدحت، اي لون يا حبيبي. يلا ربع ساعه بالكتير، 10 دقايق وتبقى هنا. ما تدخلنيش في تفاصيل يا مدحت. يلا اطلع. يا بيرم انا مش هشيت ولا هنيت تاني يا بيرم. اخر مرة انا قعدت معاه لغاية الساعة 4:30 الفجر بس يا بيرم، وسألت قالوا لي 4:30 ده عادي على النت يا بيرم. الله يفضحك يا فاطمة. يا بيرم الله يفضحك يا فاطمة. ده حتى ما مسكش ايدي. عصفور. دكتور بيرم، انا خلاص 5 بالحب وابقى عندك. دقيقة كده واقفز. بقول لك ايه، لا انجز بقى بسرعة شوية عشان امي مجرساني في المايك وعمالة تعك. انا اصلي على السكة وعلى الدغري كده دبابها فول وطعمية قبل ما اجي، فخايف اطير بسرعة استفرغ على الناس من فوق. بسرعة. ماشي يا زميلي، ما تقلقش. سلام. يا خبر ازرق، انا التصقت. بيرم انت بتعمل ايه هنا؟ انت بتعمل ايه؟ انا هنط. لا يا بيرم اهدى يا بيرم، اهدى، مفيش اي حاجه تخليك خايف. انا جاي انقذك. يلا بص تعالى ارجع ورا وانا هتقدم منك. يلا. انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه؟ انت فاكرني مخطوف هنا في البرج؟ انا نازل من بيتنا انتحر، نازل من بيتنا واخد نية الانتحار. ممكن تنزل عشان ما تبوظليش الدنيا؟ يا بيرم انا مش جاي لك كتيسير فهمي الظابط، لا انا جاي لك كتيسير فهمي صاحبك صديق عمرك. يا عم انا اعرفك. اهو بص اهو. يلا يا استاذ تيسير لو سمحت اتفضل من هنا، سيبني انط في هدوء. طب يا سيدي نط، بس تسمح لي قبل ما تنط نشرب سيجارتين سوا. يا عم انا ما بشربش سجاير اصلا. يوه يا بيرم ما تقفلهاليش يا بيرم من اولها. التليفون مغلق وهيقفز. يا نهار ازرق. طب تسمح لي يا سيدي قبل ما تنط اشرب انا سجاره. بسرعة قدامك 50 ثانية وهنط بعديها. ماشي. احلف انك مش هتنط غير اما اخلص السيجاره. يا سيدي والله هستناك لحد ما تخلصها. بلاش الحركات دي يا بيرم. حركات ايه؟ حركات العيال. انت قلت والله وبعدين قلت ما في سرك وبعدين قلت هستنى لغايه ما تنط. كنا بنعملها زمان دي. يا بيرم فكرتني بالمسهبه بتاعت العرب. تقول لي يا تيسير عملت الواجب، اقول لها
والله عملته، واقول ما في النص والله ما عملته، والله ما عملته، والله ما عملته كده. ايام. بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه وبتقول ايه؟ ممكن تتكل على الله عشان انا قدامي 30 ثانيه ولازم انط من هنا، ما ينفعش اتاخر. ايه مستني حد تحت ولا ايه؟ يا ربي. بهزر معاك. بقول لك ايه يا بيرم، انا هسيبك تنط، بس عايز اسالك حاجه واحده بس قبل ما تنط. امك اللي واقفه تحت، اصحابك اللي بيحبوك، فكرت في الناس دي؟ فكرت في عواقب اللي انت بتعمله يا بيرم؟ ايوه فكرت وعارف انا بعمل ايه كويس. حضرتك اللي مش عارف عواقب اللي انت بتعمله. اتفضل من هنا. ثواني استنى هرد على التليفون. السيجاره ما خلصتش على فكره. ايوه يا مدحت، جبت المراتب تحتيه بالظبط. الله ينور يا مدحت. انت مش كنت عايز تنط يا دكتور؟ عايز انط. انا سجارتي خلصت. اوكي معلش هشيل دي معاك، بس لسه شاريها جديد وخايف تطير وانا بنط. هديها لك تحت. الساعة كام معاك دلوقتي؟ 3:30. ليه؟ سجل يا تاريخ. عملت ايه؟ ده انا اللي عملتها على روحي. اعملها براحتك على فكره يا دكتور، تحتيك كمان ايه؟ بص قدامك بدل ما نلبس. طب حيل كده بقى، نطلع اسكندريه ناكل غدوه سمك. لا لف وارجع، روح عند البرج خد لك 3-4 لفات كده، خلي التلفزيون والصحافه يصوروا. طب بقول لك ايه يا دكتور؟ ايه؟ امسك نفسك. فول ما تخرجش. الله. ايوه يا مدحت، صورته؟ تمام. لونه عنابي. ها؟ اسمع يا مدحت، طلع حد من المباحث وراك، ولا اقول لك طلع حد من سلاح الطيران ورايا يا مدحت، وطلع حد ينزلني. يلا يا مدحت، انا دايخ يا مدحت، يلا. مراتب ايه يا زفت اللي عايزني انط عليها؟ انت متخلف يا مدحت، عايزني اموت. يلا اتصرف، ما تدخلنيش في تفاصيل يا مدحت. في ظل سكوت تام من جانب الحكومة، أهالي وسط المدينة يؤكدون على الخبر الذي أذعناه منذ قليل عن طيران رجل لونه عنابي في سماء العاصمة.